وصفتنا لليوم كيكة الحليب المحموص بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة رهيبة يا جماعة، لازم تجربوها. احتجت لي 3 بيض، حضيف عليها رشة فانيلا وكمان نص كوب من الزيت، أضفت عليها كوب إلا ربع من السكر وقلبتهم. حضيف عليها كوب من الموية وكمان كوب من الحليب البودرة المحموص، كوب من الدقيق، ملعقة بيكنج باودر، وقلبت الخليط. حنزل الخليط في قالب مدهون بالزيت وأدخل الفرن لمدة 23 دقيقة. وبعدها جهزت الصوص عبارة عن علبة قشطة، أضيف عليها ظرفين من الكريمة، 4 جبن كريمي، ورشة صغيرة من الفانيلا، وشوية من الحليب عشان أقدر أخلطها. خلطتها وطلعت الكيكة من الفرن، سبتها شوية تبرد ونزلت عليها الصوص وزينتها كمان بالكراميل الجاهز وقدمتها. ما أحكي لكم قد إيش لذيذة وطرية، وبالعافية عليكم، لازم تجربوها وتعتمدوها.